السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة المهندس للصيانة. النهاردة إن شاء الله هنشرح فيديو مهم جدا لثلاجة البابين النوفروست، وخاصة الثلاجة توشيبا. كان في أحد المتابعين سألني وقال لي إن هو عنده مشكلة وإن الأكل بيتجمد تحت، خاصة في فصل الشتاء. فإزاي نحل المشكلة دي من غير فني وبنفسنا؟ والموضوع سهل بسيط جدا إن شاء الله. اول حاجه لازم نعرفها ان طبعا الفريزر ده هو المسؤول عن ان هو بيجمد الحاجه داخل ثلاجه توشيبا. بيكون هنا في فتحات هواء علشان خاطر الهواء البارد يبدا ان هو ينزل في الكابينه، ويبدا ان هو يسقع لي الحاجه او الخضروات اللي بتكون حضرتك حاططها في الكابينه. من خلال الاكره دي او من خلال الترموستات ده انا بقى بقدر اتحكم في كميه الهواء اللي بتكون نازله للكابينه علشان خاطر تسقع لي الحاجه اللي موجوده تحت. احنا مثلا لما بنروح ثلاجات عشان خاطر المشكله دي بنلاقي ان الاكره دي موجوده على رقم 7، فبالتالي ان دي عباره عن فتحه هواء او بوابه هواء. انا بقدر اتحكم في البوابه دي عن كميه الهواء اللي نازله من الفريزر للكابينه عشان تسقع لي الخضروات اللي تحت. فبالتالي البوابه دي او الدمبر ده لو هو مفتوح للاخر، الهواء او التبريد اللي بيكون نازل من فوق هيكون كبير جدا، فبالتالي هيسقع لي وكمان ممكن يجمد لي الحاجه اللي بتكون في الكابينه. فلو انا عايز احل المشكله دي انا باجي على الاكره دي او على الترموستات ده، بقسمه على رقم 3 او بخليه على رقم 3، وابدا ان انا انتظر يوم واشوف بعد اليوم هل الهواء او هل السعويه بالنسبه للخضروات كويسه، ولا ابدا ان انا اعلي درجه عن كده، ولا ابدا ان انا اقلل درجه عن كده. يعني انا مثلا اخليه على رقم 4 وانتظر يوم واشوف كده مناسب، ولا اقلل كده، ولا اعلي مثلا لرقم 5. خاصة في فصل الصيف بتكون مثلا رقم 4 أو 5 ماكسيمم، وفي فصل الشتاء بتكون 3. أنت حضرتك هتظبطيها مثلا على رقم 3 وهتنتظر يوم وتشوفي الأكل مناسب كده في السعية، ولا محتاج إن أنا أعلي سنة كمان، أو محتاج إن أنا أقلل سنة كمان. لكن ما ينفعش إن أنا مثلا أخليه على رقم 6 ورقم 7، فبالتالي هشتكي إن الأكل بيتجمد من تحت، وده طبعا هيعمل لي مشكلة للكابينة والخضروات اللي بتكون داخل الكابينة. يبقى الترموستات ده هو المسؤول عن التحكم في بوابة الهواء بالنسبة اللي نازل من فوق لتحت، اللي نازل من الفريزر للكابينة. وعلشان خاطر يعني ما يحصليش مشكلة في الخضروات وإن هي تتجمد وتلافى المشكلة دي، أنا هجيب الأكرة دي على رقم 3 أو على رقم 4 وانتظر مثلا يوم، وابدأ إن أنا أشوف هل ده مناسب، ولا أقلل من الاكره دي شويه، ولا اعلي من شويه. لكن زي ما قلنا في الغالب يعني احنا مش بنعلي اكتر من 5. لو احنا في فصل الشتاء مش حضرتك مش هتعوزي ان هي رقم 5 كمان، 3 او 4 بالكتير قوي. وفي فصل الصيف عشان خاطر طبعا الاستعمال بيبقى كتير والعمليه التبادل الحراري بتبقى كتير، وكل شويه نفتح ونقفل باب الثلاجه والسخونيه بتخش الثلاجه كتير، فممكن نخليها مثلا على 4 او 5. وده طبعا على حسب الحمل الحراري او على كميه الهواء اللي بتكون، او على كميه الاكل اللي بيكون موجود داخل الثلاجه. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، واتمنى ان يعجبكم ويا رب يجعله في ميزان حسناتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.